بعد حب سنتين اكتشفت ان اللي انا بحبها دي متجوزة ومخلفة. انا شابة عندي 28 سنة. اتعرفت على بنت من عن طريق السوشيال ميديا. اتعرفت عليها وقعدنا نتكلم مع بعض لمدة سنتين كاملين، بنتبادل الحب والمشاعر والعواطف وكل حاجة تمام، لحد ما جه اليوم اللي اتقدمت لها فيه او قلت لها ان انا عايزه اجي اتقدم لك. قعدت تتهرب مني مره في مره، وقعدت تقول لي طب استنى شويه، اصلا انا عندي ظروف في البيت، اصلا انا مش عارفه ايه. المهم جيت في يوم قلت لها هو انت ليه بتتهربي مني كده؟ وانا اي بنت بتحب واحد يبقى نفسها في اليوم اللي يقول لها انا جايه اتقدم لك فيه. انا بقى كل ما اجي اتقدم لك ولا اقول لك انا عايزه اجي اتقدم لك ترفضي كده تماما وتقولي لي لا بعدين وتقعدي تاجلي. انا عايزه اعرف ايه الحكايه بالظبط. لقيتها بتقول لي انا للاسف كدبت عليك، انا متجوزه ومخلفه كمان، بس انا جوزي مهملني طول الوقت وما بيشوفنيش ولا بيشوف طلباتي ولا اي حاجه، فعلشان كده اضطريت ان انا اتعرف على حد من عن طريق السوشيال ميديا واعيش حياتي بقى. قلت لها طب وانا يعني انا ذنبي ايه ان انت تيجي عليا وتخدعيني طول الفتره دي وتعلقيني بيك؟ انا اتعلقت بيكي وحبيتك. قالت لي وانا كمان بحبك، صدقني جدا انا بحبك وانا مستعده اتطلق منه وهتجوزك انت. قلت لها طب وولادك هتعملي فيهم ايه؟ قالت لي عادي، ما هو انت لو بتحبني هتتقبل ولادي زي ما انا. بمرور الايام بدات تثبت لي فعلا ان هي بتحبني، بدات تتكلم معايا اكتر، بدات تبعت لي رسائل حب، بدات دايما تبادلني المشاعر، وانا زي العبيط ماشي وراها وصدقتها وكملت في القصه الهبله دي. لحد ما جيت اكتشفت ان هي مش بتتكلم معايا انا بس، دي بتتكلم مع اكتر من شخص وبتوهمهم بنفس الحب اللي هي وهماني بيه. جيت واجهتها وقلت لها انا اكتشفت ان انت بدل ما بتكلميني انا بتكلمي غيري وبتكلمي غيري. انت يا بنتي انت ازاي عايشه كده؟ انت ازاي تعملي في نفسك كده؟ وجوزك حرام عليكي اللي انت بتعمليه فيه. قالت لي انا ما اعرفش اللي انت بتتكلم عليه ده، واكيد اي حد قال لك اي حاجه فهو بيوقع بينا، انت برضو تصدق عني كده؟ انا ما بحبش غيرك وانا مش عايزه غيرك، انت ازاي تصدق عليا كلام زي ده؟ انا نفسي ان احنا نكمل مع بعض، وقلت لك انا هطلق من جوزي وهفضل معاك. وانا برضو زي العبيط فضلت مصدقها ومكمل في الموضوع ده، لحد ما اكتشفت ان هي مكلمة ناس عليا باسلوب مش كويس خالص ومشوهة سمعتي ومشوهة صورتي ويعني بهدلت منظري خالص قدام الناس. انا قررت ان انا ابعد عنها، بس انا من ساعة ما بعدت عنها وانا حاسس ان انا مخنوق جدا ومش شايف قدامي ومش عارف اكمل طريقي من غيرها. انا حبيتها بجد يا جماعة، انا مش عارف اعمل ايه من غيرها. انا حاولت ان انا ادخل في اكتر من علاقة علشان انساها وبرضه ما بنساش. طب اعمل ايه؟ قولولي اعمل ايه وقولولي على حل ازاي انساها البني ادمه دي، لان هي دخلت لي في وقت انا كنت محتاج فيه ان انا اسمع كلام حلو، وفعلا شبعتني بالكلام الحلو ده لحد ما علقتني بيها واتمكنت مني جدا. انا بقيت مريض بيها. قولولي انساها ازاي واعمل ايه واعرف ادخل علاقه وانجح فيها مفشلش زي كل مره. طبعا انت وهي غلطانين جدا، ولو هي غلطانه ايراد فانت غلطان 24 ايراد. هي بني ادمه شايفه نفسها عندها وقت فراغ او فراغ عاطفي من ناحيه جوزها، فبدل ما تتطلق منه بكرامتها لا اختارت طريق الخيانه وراحت خانته. وما خانتهوش مع واحد، ده خانته مع اكتر من واحد. حتى لو كنت انت الوحيد اللي هي بتخونه معاك، فده مبرر ليك ان انت تفضل مكمل معاها حتى بعد ما عرفت خيانتها؟ طب انت دلوقتي كنت مظلوم ماشي وبتتعامل معاها في الاول على اساس ان هي بنت وسنجل وانتوا الاتنين بس مرتبطين ببعض وانت ناوي ان انت تدخل في الجد. طيب اول ما بدأت تدخل في الجد وعرفت ان هي متجوزة، حتى لو مش مخلفة، انت عرفت ان هي بس متجوزة، تكمل في الطريق ده؟ اكيد لا. فانت عملت غلط كبير جدا، واكيد هتتحاسب قدام ربنا على خيانة الشخص اللي انت خنته ده. انت خنت ربنا قبل ما تخون الشخص ده اكيد طبعا، فانت اكيد هتتحاسب على اللي انت بتعمله. تاني حاجة، انا مش عارفة الستات اللي متجوزين وبيروحوا يخونوا دول بيبقوا طايقين نفسهم ازاي. بجد يعني احترمي ربنا، احترمي دينك، احترمي تربية اهلك ليكي. لو اهلك معرفوش ربوكي فانت دلوقتي كبيرة كفاية انك تعرفي تربي نفسك. ارجعي لدينك. انت لو مش بتصلي حتى اكيد فانت سمعتي مقطع لشيخ بيتكلم عن الخيانة ان هي حرام، بيتكلم عن الخيانة ان هي والعياذ بالله اقرب للزنا.
انت بتخوني جوزك، فاكيد دي طبعا حاجة كبيرة جدا عند ربنا، فما بالك انت بتخوني ربنا. استغفر الله العظيم. اتقوا الله، اتقوا الله في نفسكم، واتقوا الله واعرفوا ان في يوم قيامة هتقفوا قدام ربنا، وهيسأل كل واحد على اللي عمله في دنيته. وليشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم. هيشهد عليكي سمعك اللي انت سمعتي بيه كلام حلو من شخص هو مش حلالك. هيشهد عليكي بصرك اللي انت بصيتي لواحد غير جوزك. وهيشهد عليكي قلبك اللي حب بقى، سواء انت بتتسلي او بتحبي بجد. اتقي ربنا، اتقي ربنا واعرفي ان في يوم قيامة اعظم بكتير من كل التفاهات اللي انت بتعمليها دي. مش مرتاحة مع جوزك؟ اتطلقي بكرامتك، احسن ما تتفضحي. انت هتيجي اكيد في يوم وهتتفضحي. دي مش شطارة منك ابدا ان جوزك لحد دلوقتي مش عارف ان انت بتخونيه. دي مش شطارة منك، ده ستر من عند ربنا. اول ما ربنا هيأذن ان الستر ده يترفع عنك، هتبقى فضيحتك وحشة قوي 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 قدام اهلك وقدام اهله وقدام البلد اللي انت عايشة فيها، سواء قرية او مدينة، فاكيد كله بيتعرف. اتقي الله في ولادك اللي هم شايفينك قدوة صالحة قدامهم. تخيلي لو ابنك او بنتك عرفوا ان انت بتخوني ابوهم وبتتكلمي مع غيره، هيبقى منظرك عامل ازاي؟ خافي على نفسك وخافي على ولادك. ولادك اكيد ما يستاهلوش منك كده. وانت يعني خلاص، يعني انت كنت داخل ماشي نيتك كويسة، واكتشفت ان البني ادمة دي مش كويسة او خاينة. المفروض كنت تقفل الباب من اولها، مش تكمل في العبط ده. دي تفاهات. وبعدين انت بتقولي دي بتخوني مع غيري. هي مش بتخونك، هي خانت في الاول جوزها. هي خانت جوزها معاك وخانت جوزها مع غيره، مش خانتك انت. انت اساسا من ضمن الخيانات اللي هي بتخونها. فانا مش لاقيه لك مبرر خالص ان انت تحزن على القصه دي، لان القصه دي طبعا قذرة جدا. ولو انت بتدخل علاقة علشان خاطر تنسى العلاقة دي، فعمرك طبعا ما هتنساها، وعمرك ما هترتاح مع اي حد. ادي لنفسك مهلة لحد من الوهم اللي انت كنت معيش نفسك فيه، علشان تبدأ على نظيف، وربنا يكرمك ان شاء الله بالزوجة الصالحة. واحب اشوف رأيكم في الكومنتات، واي حد عجبه القصة يعمل لي متابعة ومشاركة للفيديو. وانتظروني في الحلقة الجاية مع احكي لي حكايتك. اي حد عنده رسالة او قصة وحابب يبعتها، يتفضل يبعتها على رسائل الصفحة، وان شاء الله نحلها مع بعض.